طواجن الأزمات وكمان العزومات، موجود معانا دايما على سفرتنا. وطوال شهر رمضان الكريم ممكن نعمله وصفة مرتين خلال الشهر، حاجة كده جميلة وفاخر من الآخر، تستاهل بقكم. طبعا كلكم متعودين عليه وكلكم عارفين طاجن الرز المعمر بالطريقة الجميلة اللي هنعمله بيها بتاعت النهاردة. طريقته جميلة جدا وسهلة، ويلا بينا نشوف عملنا ايه. جبت الطاجن كده اول حاجة ودهنته دهنة زبدة، وبعد كده كنت مجهزة الرز غسلاه ونقعاه شوية، وبعدين صفيته ونزلت بيه في قلب الطاجن بتاعنا. معايا طبعا بقى مكعب من الزبدة هنزل بيه، ومعايا معلقة كبيرة من القشطة برضو هقلب بيها الرز المعمر بتاعنا. طيب لو متاح عندك زبادي ومش متاح قشطة، ممكن تقلبي الرز بالزبادي بيكون طعمه حلو جدا. لو ما عندكيش قشطة، عندك قشطة البلدي بيكون جميل جدا جدا بالقشطة برضو. كان معايا كده وش اللبن كنت شايلاه من كنت غالية اللبن وحطاه في التلاجة وعمل وش، فرحت شايلة الوش كده وعمل معايا طبق حلو، فرحت شلته في التلاجة قلت اعمل بيه الرز المعمر. حطيت نصه والنص التاني شلته وهحطه على الوش بعدين بعد ما يطلع من الفرن. ومقدار اللبن طبعا كنت غالياه وسبته لما برد شوية، وبعدين نزلت بيه. هحط بقى معانا ملح، هحط معلقة كبيرة من الملح، وهحط برضو حوالي معلقتين من السكر. تمام. في ناس ما بتحبش تحط السكر على الرز المعمر، بس عايزة اقولك بيخلي طعمه جميل جدا جدا، وبيظبط الطعم مع الملح كده بيخلي طعمه حلو. آه، قلبت الرز مع القشطة ومع الزبدة، وطبعا دهنين الطاجن بتاعنا زبدة، وكده كل حاجة تمام، مش فاضل غير التسوية. هندخله على درجة حرارة 200 من تحت شوية، هحطه على على الشبك على الصاج شوية، وبعدين اول ما يبدأ يغلي في الغليان، طبعا مولعة فوق وتحت الشواية والفرن، واول ما يبدأ في الغليان برفعه تحت الشواية، لان ما تسيبوهوش تحت، لان لو نشف قبل ما ياخد اللون مش هيطلع حلو. فلازم وهو بيغلي ياخد اللون الحلو كده تحت الشواية، وبعدين نبدأ ننزله تحت على الصاجة، ونهدي بقى النار بعد ما يبدأ ينشف، ونغطي عليه ونسيبه يتردد شوية كده. طعمه جميل جدا جدا. عايزه اقول لكم جربوه على طريقتي وان شاء الله هيعجبكم. وطبعا بعد ما بنطلعه من الفرن بنحط على وشه كده القشطه بتاعتنا. لو مش متاح عندك قشطه ممكن تحطي سمنه او زبده، بتضطري كمان بتخلي طعمه حلو جدا. بعد ما بيستوي تماما تحطي القشطه او الزبده. تمام. وادي بقى نتيجة الرز المعمر بتاعنا، طاجن الرز المعمر. عايزه اقول لكم في الفخار بيكون احلى بكتير من الصواني. هو بيقولش لا في الصواني، بس في